السلام عليكم، صباح الفل. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل القرص الطرية بأسهل طريقة. جبت خميرة ومعلقة سكر كبيرة وكوباية الا ربع من المية، ودي معلقتين كبار من السمنة على معلقتين كبار من الزيت. دقيق، 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات ونص من الدقيق، ولبن بودرة ده اختياري، ولبن رايب. او لو ما عندكمش لبن رايب روبوه بقى، جيبوا نص كوبايه من اللبن وعليها خل. انا اول حاجه نزلت بالميه الدافيه، كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، وحطيت فيها معلقه، مش معلقه سكر بقى، بصوا على حسب حلو القرص اللي انتوا عاوزينها مسكر، كتروا السكر. انا حطيت 4 معالق من كبار من السكر، نزلت بيها على الميه الدافيه وقلبتهم شويه كده لحد ما دوا، وبعد كده نزلت بالخميره. هنزل بقى بالمكونات الجافة بقى، دي عليها ذرة ملح، 3 كوبايات ونص من دي. هنزل بشوية بشوية، ونحط لبن بودرة، والرايب هنخليه في الآخر خالص. نبتدي بقى هنعجن المكونات دي. اللبن بودرة ده اختياري، يعني هو بيدي طعم حلو كده في المعجنات. لو ما عندكيش مش هنقف عليه، اعملي عادي بالمكونات التانية. زي ما قلت لكم الرايب لو ما عندكمش، انا ده لبن رايب. لو ما عندكمش اعملوا انتوا اللبن رايب. جيبوا نص كوباية من اللبن العادي، وحطوا عليه معلقة خل. ننزل بقى بشوية بشوية نعجن بقى. حاولوا تنزلوا الدقيق في اي معجنات شوية بشوية، ما تنزلوهاش على طول. هنبتدي بقى نعجن لحد ما نخلي العجانة دي اللي انتوا شايفينها ما فيهاش ولا دقيق كده. ننزل بقى بالرايب، وننزل بقى زي ما قلت لكم، دول معلقتين كبار من السمنة على معلقتين كبار من الزيت. عاوزين بقى تخلوها كلها سمنة ماشي، عاوزين تخلوها كلها زيت ماشي، عاوزين تخلوها بقى زبدة، يعني ده اختياري. شوفوا اللي انتوا بتحبوه ايه واعملوه. بس السمنة السمنة مع الزيت بتدي طعم كده وطراوة، ويعني تخلي القرص برضو ماسكة في نفسها، وفي نفس الوقت فيها طرية من جوه. دي بقى نعجن اهي لحد ما لميت كورة بقى، لمها كورة كده كويسة. وهوريكم بقى ايه. كانت تحفة الصراحة، يعني عجينة كده اللبن رايب. وكمان لو عندك قشطة لبن او اي قشطة عندك حطي منها، اختياري برضو. انا ما حطيتش يعني، بس انت لو عاوزة تزودي بقى حطي. بعد ما عملت ده كله هبتدي اجيب بقى كيس تلاجة، وحطيته بقى في مكان دافي، حطيتها في الفرن. طبعا الجو الساقع ده ممكن تدفي الفرن وتدخليها، تطفي الفرن يعني، تدفي الفرن وتقفليها، وبعد كده تدخلي بقى البولة من ما تخمر. خمرت بقى، نروح نجيب بقى، نطلع الخمران منها. زي ما انتوا شايفين، هنبتدي بقى احطها على مفرش سيليكون. عايزين تحطيها على الرخامة عادي. هبتدي بقى اقسمها الكور، اقسمها كده واقطعها، ويعني اللي هو اعملها كور زي ما انتوا شايفين اهو. عاوزين بقى تعجن تكوروها على طول من البولة دي اختياري، يعني برضو الحاجات دي في حاجات كده اختياري اللي انتوا حابين اعملوه. طبعا في تقسيمة كبيرة عن كده، فالكبير شوية هنقطع منه، والصغير شوية هنحط عليه عجينة يعني كده. زي ما قلت لكم، عايزين تعملوها زي ما انا عملتها ماشي، عاوزين تقطعوها انتوا احسن، يعني اللي هو تقطعوها من البولة وتكوروا على طول. هنكور بقى ونفرد العجينة
احنا يعني لسه احنا كمان لسه هنخليها ايه تخمر تاني، لسه فيها وقت تاني تخمر فيه. فاحنا هنكور بقى، هنعمل العجينة زي كلها بنفس الطريقة. عاوزة تفرديها بإيدك ماشي، عاوزة تفرديها أنا فردت شوية بالنشابة وفردت شوية بإيدي. طبعا لسه هتخمر تاني هي. فزي ما بقول لكم هنعمل كل الكمية بنفس الطريقة. هي زي ما قلت لكم انا جبت شوية كده في الاخر، اخر شوية رحت عملتهم بالنشابة. كده كده متقلقوش يعني، هي احنا هنسيبها تخمر تاني يعني، اللي هو متقلقوش ان هي بتقولوا ازاي مثلا هتبقى كده يعني. شايفين بقى يا جماعة مكملاش فيها يعني. العجينة سهلة خالص، دقيق على لبن بودرة على سمن وزيت ولبن بودرة سكر، المكونات كلها بسيطة وحطيناها على بعض. وزي ما انتوا شايفين اهي، بعد ما دي قبل ما ادخلها بقى، بصوا بعد ما خمرت الخمر التانية بقى، بعد ما دخلتها برضو في الفرن، سبتها دفيت الفرن وحطيتهم شوية لحد ما خمروا، ندخلهم الفرن بقى ياخد من تحت ومن فوق. بس اهم حاجة تظبطي الفرن، لو فرنك بتلسع الحاجة وطي عليها خالص، سيبيها يعني تظبط معاكي اهو. بعد ما طلعت بقى القرص تحفة جدا يا جماعة، جربوها وطرية وهشة. يا رب يكون الفيديو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس يوصلكم ان شاء الله مني كل جديد. شايفين بقى الهشاشة تحفة تحفة يا جماعة. يلا سبتكم في رعاية الله.